اخواتي وحبايبي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم اخوكم ابو بطة من قناة ابن الفراعنة. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن الكحل في مصر القديمة، سحر العيون. المصريين القدماء كانوا بيملكوا سحرا خاصا في عيونهم، وكانوا بيستخدموا الكحل لتحديد وتزيين العين. ده كان كمان بسبب ان هما بيستخدموا الكحل في حماية العيون من الامراض. استخدام الكحل في مصر القديمة: الملكات المصريات استخدموا الكحل لتزيين عيونهن، زي الملكة تي والملكة نفرتيتي والملكة نفرتاري. الكحل كمان ما كانش حكر على الملكات المصريات بس، ده كانوا بيستخدموه كمان في النقوش، وعامة الشعب بيستخدموه. كان المصريين القدماء بيستخدموا الكحل لحماية عيونهم من الأمراض زي الرمد، وده اللي بتسببه الرياح والغبار والحشرات وانعكاسات الضوء. تعال مع بعض نعرف الكحل كانوا بيصنعوه ازاي. كشفت بردية إدوين سميث، وهي نص طب مصري قديم يعود تاريخه إلى الأسرات 16 و 17، عن بعض تفاصيل صناعة الكحل. تم صناعة الكحل من المعادن مثل كبريتيت الرصاص وغيره من المعادن والأحجار. بعد كده بيتم خلط المكونات دي مع بعض عشان يحصلوا على كحل كويس للعيون. بردية إدوين سميث تعتبر هي أقدم أطروحة جراحية معروفة، وتحتوي على 48 حالة من الإصابات والكسور والجروح والخلع والأورام. البردية دي تعتبر فريدة من نوعها بين البرديات الطبية الرئيسية الأربعة اللي ما زالت باقية لليوم. كمان البردية دي بتقدم لنا نهجا علاجيا وعلميا للطب في مصر القديمة. أنواع الكحل: النوع الأول مسدوم ويلون باللون الأسود. النوع الثاني واج ويلون باللون الأخضر. تأثير الكحل على الثقافة المصرية القديمة: الكحل كان جزء من الثقافة المصرية وارتبط بالجمال والصحة. كانوا بيستخدموا كمان الكحل في الطقوس الدينية والاحتفالات. الكحل كانوا واخدينه رمز للحماية والوقاية من الأمراض، وسيظل الكحل جزء من التراث المصري القديم ويستمر في إلهام الناس حتى اليوم. الكحل في مصر القديمة ما كانش فقط للزينة للعيون، ده كان كمان للحماية من الأمراض. وما تنساش تقول لنا رأيك في الكومنتات عن الكحل وفوائده للعيون. وبكده وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. لو لسه أول مرة تشوفنا ياريت ما تنساش تشترك معانا وتدعمنا باللايك لو عجبك الفيديو. أشوفكم على خير، مع السلامة.